أولا النبي صلى الله عليه وسلم بعد تدقيق البحث من هم أعلم منا ومن العلماء الأول بل من الصحابة الكرام أن النبي ولادته معلومة في يوم الاثنين في عام الفيل، لكن 12 ربيع أول غير معلوم. وردت رواية بأنه ولد في ربيع وليس اليوم، وأنه ولد في رمضان، وأنه ولد في شوال، وأنه ولد في محرم. هذه الروايات الأربع على خلاف، وكل له دليل وأدلة، لكن الأدلة التي ساقوها ليس فيها حديث بنص صحيح أن النبي ولد في هذا الوقت. أما المجمع عليه أنه ولد في عام الفيل يوم الاثنين الذي قال فيه هذا يوم ولدت فيه فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم بس. أما اليوم تحديده 12 ربيع أول فليس له في محل الخلاف الذي يحدث بشأن، بل والاحتفال بمولده بدعة منكرة أدخلها الفاطميون للشعب الإسلامي لأنهم كانوا ظلمة، فأرادوا أن يلهوا الشعوب بهذه الاحتفالات وهذه الموالد. فمولده بميعاد محدد ليس له أصل في القرآن ولا في السنة. صلى